السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وبالتالي جايه لكم بوصفه جديده. هنعمل مع بعض الطبق الجميل التحفه اللي انتم شايفينه قدامكم. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، طبعا الشكل بيتحدث عن نفسه. طبعا تنفع بكبده الفراخ، او تنفع بالكبده البلدي العاديه. انا طبعا معايا كبده بلدي النهارده. الاول كده معايا البتنجانه دي هشويها كده علشان هنعمل طبق سلطه بتنجان او بابا غنوج. معايا طبعًا ده نُص كيلو كده من الكبدة دي يعني قطع على بعضها مش متقطّعة. أنا طبعًا شطفتها كده وكنت عاصرة عليها ليمون. ومعايا هنا طبعًا حلة على النار ما فيش فيها أي حاجة غير شوية مَيّة، وحطيت عصرة ليمونة زي ما شُفتوا، وكمان معلقة السكر اللي أنا حطيتها دي. هتحطي في المَيّة عصرة ليمونة ومعلقة سكر. بس كده. واول الميه ما تبدا بقى تغلي، هتقومي نازله بالكبده بتاعتك اللي معاكي، اذا كانت كبده بلدي او كبده فراخ تنفع زي ما قلت لك. وهحطها كده وهسيبها تغلي غلوه واحده بس. انا مش هسويها، انا هخليها تغلي غلوه واحده بس في الميه. شايفين الريم بقى والرغاوي اللي خارجه من الكبده دي؟ طبعا انا خرجتها كده بعد ما غلت غلوه كده في الميه، والرغاوي دي طلعت على الوش كده. هحطها في مصفى كده تتصفى، واسيبها. انا مش هشطفها تاني ولا هحطها بقى في ميه بارده خلاص. وهبدا بقى اجهز الخلطه او الدقه بتاعتي اللي انا هستخدمها في الكبده، او هتبل بيها الكبده. يعني معايا فلفل حامي، ومعايا فلفل بارد، ومعايا كزبره خضره. هناخد الورق طبعا مش العيدان. ومعايا كمان شويه كتار كده من التوم، انتوا عارفين الكبده بتحب التوم. ومعايا معلقة كبيرة من الكزبرة، ومعايا معلقة من الكمون. ومعايا كمان معلقة من الملح، تتبيلة الملح، تحط الملح بتاعك. ومعايا كمان رشة من الخل زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بالمكونات دي كلها في الكبة بتاعتي واخلطهم خلطة كويسة. انتي طبعا هتزودي التوم، وحابة تحطي فلفل حامي، حابة تحطي فلفل بارد براحتك. بس انتوا عارفين طبعا ان الاكلات اللي زي كده طبعا بنحب نحط فيها نشطشطها شويه كده بقرن من الفلفل الحامي. فانا فرمتهم زي ما انتوا شايفين كده في الكبه. مش عاوزه اقول لكم بقى الريحه طالعه عامله ازاي وهم لسه كده قبل ما يستووا. لكن لما بيتحطوا على النار بقى الريحه بتبقى بتوديكي في مكان تاني يعني، وبتجيب من اخر الدنيا. طبعا فرمتهم كده، هحطهم بقى في طبق كده، واعصر عليهم عصرة ليمونة، وهركنهم بقى كده على جنب. وبعد كده نجيب الكبدة بتاعتنا نقطعها، ونشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. عصرت عصرة ليمونة زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبها وهركنها كده على جنب. طبعا التتبيلة دي بتخلي الريحة، مش عاوزة اقول لكم يعني، بتخلي الريحة يعني تحفة تحفة كده، تجوعك وانتي واقفة كده وهي لسه من قبل ما تستوي. زي ما انتوا شايفين دي الكبدة بتاعتي، انا خرجتها من المية، ما شطفتهاش ولا اي حاجة. حطيتها كده في المصفى تتصفى زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى اقطعها بقى قطع كده زي ما انتي حابة، بقى قطعيها بقى بالطريقة اللي انتي عاوزاها. زي ما قلت لكم ينفع، مش يعني دي مش للكبدة البلدي بس، ينفع كمان لكبدة الفراخ. يعني هتخلي لك كبدة الفراخ طعمها حلو قوي يعني. ده لو في فراخ او في كبد فراخ يعني. احنا طبعا كلمة فراخ دي دلوقتي كلمة كده توجع القلب يعني. الله يعيننا بجد على العيشة وعلى الأسعار الصعبة دي. فانا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. انا بس ببقى عاوزه اوريكم ان الكبده لسه يعني نيه، ما استوتش ولا ربع سوا حتى، يعني هي دوب خدت غلوه واحده بس. انا بوريكم ان هي لسه فيها الدم، ده دليل ان هي لسه ما استوتش يعني. هي بس غلت غلوه، وخرجنا الريم اللي كان فيها في الميه زي ما انتوا شفتوها كده. ومعايا هنا بقى طاسه على النار فيها معلقتين كبار كده من الزيت. ودي ليا او دهن يعني. انتوا عارفين انا لما بحب اعمل الكبده بحب احط فيها كده حتتين 3 كده من الليا. بتديها ريحة حلوة، وبتديها كمان طعم حلو. انتي حابة مش حابة تحطي براحتك يعني، حابة تستغني عن قطع الليا دي مفيش اي مشكلة، بالزيت بس مفيش اي مشكلة، او بالسمنة بلدي. انتي وراحتك. معايا ده بصل اللي هو بصل الصغير اللي بيتعمل منه المخلل، اسمه بصل قرمة يا جماعة يعني. بصل القرمة ده انا قشرته كده وحطيته، هديله تشويحة كده ياخد لون مع الليا ومع الزيت كده. بصراحة بيبقى طعمه حلو قوي يعني، بيبقى طعمه جميل يعني. جربي مش هتخسري حاجة يعني. لو ما جربتيش الوصفة دي قبل كده جربيها يعني، يمكن تعجبك. فانا البصل كده هحطه يتشوح كده ولونه يغير. طبعا البصل عمال يفرقع كده ويطرطش كده وبهدل البوتاجاز يعني، بس مش مشكلة يعني. الوصفة بجد تستاهل المجازفة يعني، وانك تضحي بالبوتاجاز مش مشكلة. فانا غطيته كده علشان الطرطشة. لما لونه كله غير وخد لون كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، هبدأ بقى انزل بالكبدة بتاعتي.
هي الكبدة كمان هادّيها تشويحة، هي الكبدة طبعًا مش مستوية يا جماعة زي ما قُلت لكم، هي خدت غلوة بس في المَيّة بس ما استوتش. هادّيها برضه إيه، الكبدة هتاخد تشويحة كده على الجنبين، وبعد كده هابدأ أنزل بقى إيه، الدقة طبعًا اللي أنا عملتها في الكبة، هابدأ أنزل بمعلقتين كبار كده من الدقة اللي أنا عملتها، وأقلّب طبعًا الكبدة طبعًا يعني في الوقت ده بقى الريحة لمّا نزلت بقى على النار مش عاوزة أقول لكم الريحة عاملة إزاي، بجد يعني ريحة والله كانت قالبة الدنيا، يعني تحسّي إن الموضوع يعني ما كانش نُص كيلو كبدة يا جماعة، بس الدقة دي بصراحة خلّت الموضوع كبير يعني. وهاقلّبها كده إيه زي ما أنتم شايفين، وهاسيبها بقى هي هتنزّل إيه الدقة اللي أنا عاملاها دي هي اللي هتنزّل مَيّة، الكبدة يعني مش هتنزّل مَيّة كتير، فإحنا إيه هنخلّيها يعني المكونات تختلط مع بعضها كده ونغطّيها وهنسيبها بقى إيه تستوي كده إيه مع بعضها، وإيه وهنزوّد لها إيه أمّا تغلي غلوتين كده أو تبدأ تنشف هنحط لها شوية مَيّة صغيّرين كده مش هنكتّر يعني إيه مَيّة، علشان بس إيه الكبدة بتاعتنا تبقى مستوية وتبقى تمام. واغطيها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بقى ايه هي كده تقريبا تبقى خلاص الكبده كده استوت ولونها غير واستوت وبقت جميله جدا. هبدا ارش لها بس شويه كده من الفلفل الاسمر واقلبها، وبعد كده ايه ارش لها إيه احط لها بقى ايه بقى الايه الدقه اللي كانت معايا، احنا الدقه قسمناها على نصين، حطينا نص في الاول وقبل ما نطفي النار على الكبده بتاعتنا هنحط بقى الايه بقيه الدقه معانا علشان يعني لونها ما يغيرش وتدي اللون الاخضر الجميل اللي انتوا شايفينه كده، ما تبقاش دبلانه يعني وتدينا لون اخضر في الكبده يعني. هنقلبها تقليبتين كده دقيقتين اتنين وهنطفي عليها النار، هي كده خلاص خلصت. واحنا عاوزين ايه يعني ما تكونش ناشفة أوي يكون فيها الصوص ده، لإن الصوص ده يا جماعة بجد طعمه بيبقى حلو أوي، لمّا تاكليه كده بالعيش بجد بيبقى طعمه حلو، فأنا باورّيكم وباقول لكم إن الصوص ده يعني كده لمّا تغمسي بيه كده بجد الصوص طعمه حلو أوي والله. فإيه أنتِ حابة تاكليها بعيش طبعًا بلدي كده العيش البلدي الصغير ده، كان جوزي جابه الصراحة فعملنا منه ساندوتشات يعني. أنا عملت طبعًا مكرونة للعيال يعني، فهنعمل بقى ساندوتش كده نحط شوية كده من الكبدة مع بصلاية كده يا سلام! البصل ده باقول لكم بيبقى طعمه تحفة بجد لازم تجربوا الوصفة دي. وبعد كده إيه معايا مخلل بقى خيار ومعايا سلطة طحينة بقى، وهنحط كل ده في قلب الساندوتش بتاعنا، نحط بقى الخيار المخلل ونحط كده معلقتين كده برضه من الطحينة، وكُلي بقى أحلى ساندوتش، بجد، بجد كُلي أحلى ساندوتش. يعني الكبدة بتبقى جميلة جدًا بالعيش يا جماعة أحلى من المكرونة، بس أنا عملت مكرونة علشان العيال، عملت سلطة طحينة، وكمان البتنجانة اللي أنا شويتها معاكم في أول الفيديو تبّلتها وحطيت على وشها زيت كده زيتون وبابريكا زي ما أنتم شايفين، وعملت المكرونة دي علشان العيال، بجد الوصفة دي جميلة جدًا وسريعة، وكمان يعني إيه حاجة غير تقليدية، غير الطريقة اللي أنتم متعودين إنكم تعملوا الكبدة بيها، يا ريت بقى تجربوا الطريقة دي، ويا ريت بقى تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس يا جماعة، واللايك ما تنسوش اللايك يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباحبكم في الله.